كل طرق الربح من الانترنت في فيديو واحد بس. انا عارف انك كل يوم بتشوف فيديوهات كتير لناس بتقول على السوشيال ميديا انها كسبت فلوس من الانترنت، وانت مش فاهم هم عملوا كده ازاي وازاي انت كمان تعمل زيهم. انا كمان كنت زيك بالظبط من 4 سنين بشوف نفس الفيديوهات ومش عارف يعني ايه حد ممكن يشتغل من البيت ويعمل فلوس. ما كنتش عارف اصلا ايه هي المجالات اللي ممكن اشتغل فيها، علشان كده عملت لك فيديو واحد هيعرفك على كل المجالات اللي ممكن تشتغل فيها على الانترنت وتحولها لمصدر دخل حقيقي. لكن قبل ما ابدا عايز اتفق معاك على حاجه، مفيش حاجه اسمها ربح من الانترنت، في حاجه اسمها شغل على الانترنت. لكن كلمة الربح من الانترنت هو المصطلح الدارج والمصطلح المشهور، علشان كده هتلاقيني بقول لك طول الفيديو ربح من الانترنت، لكن انا اقصد شغل على الانترنت. اي مجال او طريقة تقدر تكسب منها فلوس اونلاين هتلاقيها بتندرج تحت القانون ده. لا يوجد شيء بدون مقابل، يعني علشان تاخد فلوس من حد لازم تقدم ليه قيمة في المقابل. فلو انت داخل الفيديو ده علشان يقول لك على طريقة تكسب منها فلوس من غير ما تعمل اي حاجة، فللاسف مش هتلاقي اللي انت عايزه هنا. طرق الربح من الانترنت كتيرة جدا وما نقدرش نجمعها كلها في فيديو واحد، علشان كده انا هقسمهم معاك ل4 تصنيفات اساسية: بيع خدمة او سيرفيس، بيع منتج او برودكت، صناعة محتوى، وطرق اخرى. طبعا ده مش كلام اكاديمي او تقسيمة الناس كلها عارفاها، لكن انا بحب اقسمهم بالشكل ده علشان اقدر اعرفك على كل طرق الشغل اونلاين بشكل بسيط وسهل. والخدمة هنا أقصد بيها إنك تتعلم مهارة مطلوبة تقدر تبيعها لعدد كبير من الناس. وطبعا في مهارات كتير جدا تقدر تبيعها وتقدمها للناس في شكل خدمة، لكن أنا بنصحك إنك تبدأ بواحدة من ال15 مهارة اللي أنا هقول لك عليها. المهارة الأولى هي المونتاج. المونتاج هو واحد من أكتر المهارات اللي ممكن تلاقي فيها شغل كتير جدا في الوقت الحالي وبأرقام محترمة. ده لأن كل الناس بقت عايزة تعمل محتوى على السوشيال ميديا اللي بقت لغة العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، علشان كده تقدر تستغل المهارة دي انك تعمل منها فلوس كتير. المهارة التانية هي الجرافيك ديزاين، والجرافيك ديزاين فيه تخصصات كتير جدا زي تصميم الاعلانات وتصميم الهوية البصرية وتصميم واجهات المستخدم او اليو اي يو اكس. المهارة الثالثة هي الموشن جرافيك، من اسمها موشن جرافيك يعني انك تعمل تحريك لاي شيء، سواء بقى كان ديزاين او لوجو او رسومات ثنائيه او ثلاثيه الابعاد. والمجال ده عادي جدا انك تلاقي الدقيقه فيه بتوصل ل$1000، لكن طبعا بعد ما بتكتسب خبره كويسه جدا في المجال تسمح لك تعمل الرقم ده. المهاره الرابعه هي الاس اي او. كلمه اس اي او هي اختصار لمصطلح سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني تحسين محركات البحث. يعني ازاي تخلي الموقع بتاعك يبقى في الترتيب الاول في نتائج بحث جوجل، وبالتالي الموقع بتاعك يبدا يحصل على زيارات كتير وارباحه تزيد. وده كله بيبقى من خلال شغل معين انت بتعمله على الموقع. وبالمناسبه دي كانت اول مهاره انا اتعلمتها وبدات اعمل منها فلوس حقيقيه على الانترنت. ومش بس اشتغلت فيها، انا عملت فيها كورس وعلمت 15 واحد اساسيات الاس اي او اللي تخليهم يكسبوا في الشهر حد ادنى $200 من اي موقع يشتغلوا عليه. كمان عرفتهم ازاي انا بعمل مواقع سعرها بيوصل من 2000 ل $3000 للموقع الواحد. هتلاقيني سايب لك لينك الكورس في الديسكريبشن لو حابب تاخد عنه فكره. المهاره الخامسه هي التعليق الصوتي او الفويس اوفر. اما المهاره رقم 6 هي الطباعه عند الطلب او البرنت اون ديماند. وفي المهاره دي انت بتشتغل على مواقع زي ميرش باي امازون او ريد بابل او زازل. والمجال ده انت بتتعلم فيه ازاي تعمل تصميمات تتحط على منتجات كتير سواء كانت ملابس او اي حاجه تانية، وبتبدا تبيع التصاميم بتاعتك لعدد كبير جدا من الناس. وكل ما تبيع اكتر كل ما بتكسب فلوس اكتر. المهاره السابعه هي الكتابه. لو انت عندك مهاره الكتابه فممكن تستغل المهارة دي انك تتخصص في مجالات كتير زي كتابة المحتوى او كتابة السكريبتات او كتابة المحتوى الاعلاني او الكوبي رايتنج. المهارة رقم 8 هي ادارة حسابات السوشيال ميديا. وفي المهارة دي انت بتكون شغال مع شخص معين وبتكون مسؤول عن كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، زي انك تمسك صفحة الانستجرام او صفحة الفيسبوك الخاصة بيه. وهنا انت بيبقى مطلوب منك مثلا ترد على الناس في الكومنتات او ترد على العملاء اللي بتستفسر عن منتج معين، او انك تنزل المحتوى سواء كانت فيديوهات او صور او بوستات في المواعيد اللي انت بتتفق مع الشخص ده عليها. المهارة رقم 9 هي بيع الاستشارات، وده طبعا مش لكل الناس. دي خدمة علشان تقدمها لازم يكون عندك خبرة كبيرة في مجال معين زي مثلا الاستثمار العقاري او التسويق او اي خدمة الناس بتدور عليها. وهنا بتبدأ تدخل مع الناس استشارات مقابل مبلغ معين في كل استشارة، وسعر الاستشارة بيتقدم على حسب عوامل كتير زي مثلا المجال اللي انت شغال فيه او مدى الخبرة او الفايدة اللي انت هتعود بيها على العميل بتاعك. المهارة رقم 10 هي تصميم المواقع، وهي من اكتر المهارات اللي ممكن تلاقي فيها شغل في الوقت الحالي لان كل الناس
الناس دلوقتي بقت مهتمه ان هي تبني البيرسونال براندنج بتاعها، واللي اول حاجه فيه طبعا بتكون بناء الموقع الشخصي. وهنا هيبقى دورك انك تصمم الموقع ده للعميل بتاعك. المهاره رقم 11 هي الترجمه. ومهاره الترجمه تقدر تشتغل بيها بطرق كتير جدا سواء اونلاين او على ارض الواقع. فلو انت متقن للغه تانية غير اللغه العربيه فانت تقدر تلاقي فرص شغل كتير جدا اونلاين. المهاره رقم 12 هي الاوتوميشن او بالعربي الاتمته. مع تطور ادوات الذكاء الاصطناعي وعصر الاي اي اللي احنا بقينا فيه، ده فتح مجال جديد لناس تشتغل فيه وتعمل ارقام كبيره جدا، وهو الاوتوميشن. المهاره دي انت بتتعلم تعمل فيها سيستمز كامله بالذكاء الاصطناعي وتبيعها لاكبر عدد من الناس. كمان انت ممكن تعمل كاستمايزد سيستم او نظام اوتوميشن خاص بشركه او ببزنس معين. وعلشان تبقى فاهم يعني ايه كلمه اوتوميشن، انا اديك مثال. يعني مثلا انت ممكن تعمل سيستم عباره عن انك بتربط ادوات ذكاء اصطناعي كتير ببعضها، والسيستم ده بيخلي المستخدم يقدر يعمل فيديوهات كتيره جدا بالذكاء الاصطناعي عن طريق بس ان هو بيكتب عنوان الفيديو. فالسيستم ده بقى بيبدا يكتب السكريبت ويجمع الصور والتصاميم، وفي الاخر يديك فيديو معمول 100% بالذكاء الاصطناعي، وكمان يقدر ينشره على يوتيوب بضغطه زرار واحد. هنا بقى السيستم اللي انت عملته ده او ادوات الذكاء الاصطناعي اللي انت جمعتها في سيستم واحد بنسميه الاوتوميشن. والمهاره دي فعلا بقت مطلوبه بشكل كبير جدا في الوقت الحالي، خاصه مع انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي. المهاره رقم 13 هي ادخال البيانات او الداتا انتري. وفي المهاره دي انت بتكون مسؤول عن تنظيم قواعد البيانات للشركه او البيزنس اللي انت شغال معاه. المهاره رقم 14 هي المساعد الشخصي او الفيرتشوال اسيستنت. ومن اسمها كده هنا انت بتكون بتساعد شخص معين عنده مثلا بيزنس ومحتاج حد يساعده في الشغل بتاعه. وهنا انت ممكن تعمل حاجات كتير زي مثلا انك ترد على ايميلات، انك تنزل محتوى في المواعيد المتفق عليها، او انك ترد على الكومنتات، او حاجات كتير جدا حسب البيزنس الخاص بالشخص اللي انت شغال معاه. يعني بكل اختصار انك بتساعد حد في اداره البيزنس بتاعه. المهاره رقم 15 هي الميديا باينج، واللي بالمناسبه هي من اكتر المهارات المطلوبه في الوقت الحالي، واللي الرواتب بتاعتها بتوصل لارقام كبيره جدا طبعا حسب الخبره بتاعتك. وهنا انت بتكون مسؤول عن اداره الحملات الاعلانيه الخاصه بالعميل بتاعك، سواء كانت الاعلانات دي على منصه الفيسبوك او تيك توك او جوجل. وده بيحتاج منك انك تتعلم شغل الاعلانات والماركتنج علشان تنفذ حملات اعلانيه ناجحه للعميل اللي انت شغال معاه. ودول كانوا اكتر 15 مهاره مطلوبه في الوقت الحالي، واللي انصحك تبدا بواحده فيهم علشان تعمل لنفسك مصدر دخل حقيقي وثابت من الانترنت. وبكده يبقى احنا خلصنا اول تصنيف وهو بيع الخدمه. وبيع المنتجات هو مجال اسمه التجارة الإلكترونية، يعني إنك بتبيع منتجات لكن مش على أرض الواقع، أنت بتبيع أونلاين. ونقدر نقسم المنتجات اللي أنت هتبيعها لمنتجات رقمية ومنتجات مادية أو منتجات ملموسة. المنتجات الملموسة هي أي منتج تقدر تمسكه في إيدك، يعني مثلا ملابس، ساعات، أجهزة كهربائية، أو أي منتج في العموم. المنتج الرقمي بقى ده بيبقى منتج على الإنترنت، زي مثلا الكتب الإلكترونية، القوالب أو التمبلتس، أو أي منتج غير ملموس تقدر تبيعه أونلاين. والمنتج اللي أنت هتبيعه سواء كان منتج ملموس أو كان منتج رقمي تقدر تبيعه أو تعرضه على منصات كتير جدا، سواء كان على المتجر الخاص بتاعك أو على أي ماركت بليس زي مثلا فيسبوك ماركت بليس. وبالرغم من ان صناعه المحتوى هو مجال واحد تقدر تشتغل فيه، لكن انا بحب احطه في كاتيجوري او تصنيف لوحده. والسبب في ده ان صناعه المحتوى ممكن تكون مدخل ليك لكل طرق الربح من الانترنت اللي انا اتكلمت عليها واللي انا ما اتكلمتش عليها. خليني بس في الاول اعرفك ايه هي صناعه المحتوى. صناعه المحتوى باختصار هو اي طريقه تقدر من خلالها تقدم محتوى للجمهور بتاعك، سواء كان المحتوى ده مكتوب او المحتوى ده مرئي او المحتوى ده مسموع. وطبعا المحتوى المكتوب انت تقدر تقدمه من خلال انك تعمل موقع وتقدم محتوى عليه، او انك تعمل اكونت على اي سوشيال ميديا بلاتفورم وتنزل عليها بوستات او محتوى مكتوب. اما المحتوى المرئي هو انك تعمل فيديوهات وتنزلها على اي منصه، سواء كانت يوتيوب او انستجرام، او حتى انك تبدا تعمل كورس لنفسك وتبدا تبيعه للناس. ده اسمه محتوى مرئي. طب ليه انا بقول لك ان صناعه المحتوى ممكن تدخلها في كل طرق الربح من الانترنت اللي انا قلت لك عليها؟ لان باختصار المحتوى اللي انت بتقدمه بيبني ليك قاعده جماهيريه، يعني بقى عندك متابعين بيحبوه وبيثقوا في المحتوى اللي انت بتقدمه ليهم. فدلوقتي انت تقدر تسوق لهم اي حاجه، تقدر تبيع لهم منتجات ملموسه، تقدر تبيع لهم منتجات رقميه، تقدر تبيع لهم الخدمه اللي انت بتقدمها، وحاجات تانية كتير. كمان انت تقدر تكسب من الاعلانات اللي تتعرض على المحتوى بتاعك، وكمان تقدر تسوق بالعموله لاي حاجه موجوده على الانترنت بمجرد بس انك بتسيب لينك في وصف الفيديو، وده بيدخلك فلوس في نهايه كل شهر. فكده انت بقيت صانع محتوى، لكن بتكسب من طرق كتير جدا لان بقى عندك قاعده متابعين بيثقوا فيه. علشان كده انا بحب دايما احط صناعه المحتوى في تصنيف لوحدها. فلو انت فعلا عايز تبدا تكسب فلوس اونلاين فانا بنصحك انك تبدا تنزل محتوى. رقم 4 بقى هي طرق أخرى، أو هي الطرق اللي ما نقدرش نحطها تحت تصنيف معين. والطريقة الأولى هي الفليبنج. ومعنى الفليبنج إنك تشتري حاجة بسعر
وتبدا تبيعها بسعر اعلى من اللي انت اشتريته بيه. والمثال ده انت تقدر تطبقه على حاجات كتير. يعني مثلا في ناس بتخش على فيسبوك ماركت بليس وبتبدا تشتري منتجات هي عارفه ان سعرها قليل وان هي عندها الفرصه انها تبيع المنتج ده بسعر اعلى، فبتبدا تشتري المنتج بسعر قليل وتبدا تنظف المنتج وتعرضه بشكل احسن وتبيعه بسعر اعلى. يعني مثلا تقدر تعمل كده مع الكاميرات، تقدر تعمل كده مثلا مع اي لابتوب بحاله كويسه ومعروض بسعر قليل، او اي منتج انت شايف انه ممكن يتباع بسعر اعلى. ومن اشهر المجالات اللي بيتعمل فيها الفليبنج هي الدومينز او اسماء المواقع. يعني مثلا انت لما تيجي تدخل على منصه اليوتيوب بتكتب youtube.com، youtube.com هو اسمه الدومين. وفكره الفليبنج في المجال ده انك بتشتري دومين مميز وبتبدا تحتفظ بالدومين ده لفتره معينه لحد ما تقدر تبيعه بسعر اعلى. يعني عادي جدا تلاقي واحد اشترى دومين بمبلغ $100 ويبدا يبيعه بعد كده ب $1000، وفي ارقام في المجال ده اكبر من كده بكتير. الطريقه الثانيه هي التسويق بالعموله او الافيليت ماركتنج. والتسويق بالعموله معناه انك بتسوق لمنتج او خدمه معينه، كل لما بتجيب مبيعا للمنتج بتاعك بتحصل على عموله. وعلشان تسوق بالعموله لاي منتج بتاخد رابط معين خاص بيك. الرابط ده كل لما بتجيب عليه زيارات او تجيب مبيعات من خلال الرابط ده، الموقع بيعرف ان المبيعه جايه من خلالك انت، وبالتالي العموله بتضاف للحساب بتاعك. فكل اللي عليك انك بتاخد رابط الافيليت الخاص بالمنتج اللي انت عايز تسوق ليه وتبدا بقى تعمل له شير في كل مكان انت تعرف تجيب منه زيارات، او تخلي الناس تدخل على الرابط ده وتشتري المنتج بتاعك. والتسويق بالعموله تقدر تعمله مع منتجات كتير جدا، سواء منتجات رقميه او منتجات ملموسه. الطريقه الثالثه هي الريسيلينج او اعاده البيع. معنى كلمه ريسيل انك بتعمل اعاده بيع لمنتج او خدمه وتبدا تحط نسبه المكسب بتاعتك. على سبيل المثال في مجال مشهور جدا تقدر تفهم منه فكره الريسيلينج. عارف السيرفرات والمواقع اللي انت بتشوفها بتزود متابعين على السوشيال ميديا؟ 99% من السيرفرات دي شغاله بفكره الريسيلينج. يعني مثلا لو هنتكلم على خدمه زياده متابعين الانستجرام، الموقع اللي انت بتشوفه قدامك هو بيبقى واخد الخدمه دي من موقع تاني وبيبقى مثلا حاطط لنفسه نسبه مكسب 10%. فلو مثلا الخدمه اللي هو ساحبها بتبيع 1000 متابع ب$1، هو بيبتدي يبيعها للناس بدولار و10 سنت، وال10 سنت دول هم بيبقوا نسبه المكسب بتاعته اللي هي 10%. وبالتالي كل ما بيبدا يبيع اكتر كل ما المكسب بتاعه بيزيد. فكره الريسيلينج ممكن تطبقها في مشاريع كتيره جدا اونلاين، زي مثلا السيرفر المتابعين اللي انا لسه قايل لك عليه دلوقتي، وفي برضه المواقع اللي بتبيع ارقام وهميه. كمان ممكن تاخد الفكره دي وتطبقها على مواقع كتيره جدا زي موقع علي بابا وعلي اكسبريس. هتسوق للمنتجات اللي موجوده فيهم وتبدا تحط نسبه المكسب بتاعتك. في النهاية بقى حابب أقول لك إن استعجال المكسب خاصة وأنت لسه في البداية هيؤدي إنك تفشل وما تعملش أي فلوس. يعني لو أنت لسه بادئ شغل أونلاين ومفكر إنك هتبدأ النهاردة وتكسب فلوس بكرة، فده للأسف شيء مش موجود. ولو أنت شفت حد حصل معاه كده فهي بس صدفة مش أكتر. الموضوع محتاج إنك تحدد لنفسك مجال معين تبدأ تتعلمه وتشتغل فيه لحد ما تبدأ تعمل منه مصدر دخل بسيط في البداية، وواحدة واحدة وكل لما تكتسب خبرة هتلاقي مصدر الدخل ده بدأ يزيد معاك. والحاجة الحلوة في الشغل الأونلاين إن مفيش سقف أرباح معين. يعني ممكن تلاقي 2 شغالين في نفس المجال، وواحد تلاقيه بيعمل $100 في الشهر والتاني بيعمل $2000 في الشهر. في الأول وفي الآخر الموضوع طبعا رزق، لكن أنت عليك إنك تشتغل وتطور نفسك في المجال اللي أنت بتتعلمه، وبعد كده الفلوس هي اللي هتجيلك لحد عندك. دلوقتي ما تنساش تبص على اللينك اللي أنا سايبه لك في الوصف، مين عارف ممكن يكون اللينك ده وبدايتك الحقيقية اللي تقدر تعمل منها فلوس من على الإنترنت. وطبعا مش محتاج أقول لك لو أنت محتاج أي حاجة اعمل لأخوك فولو على الانستجرام واسألني في كل اللي أنت عايزه وأنا تحت أمرك.